تعالي بقى النهارده يا قمر، هنعمل ايه مع بعض؟ احلى بديل للسندوتشات. ولا تقفي ولا تعملي سندوتشات وتبقى عندك في الفريزر تحفظيها، تقضي الولاد فطار وعشاء ممكن كمان. حلوة قوي. هنجيب ايه بقى؟ 4 كوبايات دقيق، يعني تقريبا حوالي نص كيلو دقيق كده، زيادة شوية. ومعايا 1.5 كوباية مية دافية، ومعلقة سكر كبيرة، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة بيكنج باودر، ومعلقتين سمن، ومعلقة خل. ومعايا البوش اللي انا كنت عملته معاكم ده، الكمية دي تقضي ال4 كوبايات دقيق. ومعايا انت لو بتستخدمي الخميرة الفورية هتبقي مستخدمة 1.5 معلقة خميرة فورية. انا مش بستخدم الخميرة الفورية، انا بحب بتاعة الفرن جدا. فجبت قطع زي قد عين الجمل كده، وعملتها بشوية سكر، سيلتها وحطيت عليها معلقة مية عشان تبقى زي ما انتوا شايفة كده جاهزة على الشغل على طول. هنبدأ على بركة الله ونسمي ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ أول خطواتنا. هنحط بقى هنستبعد بقى الحاجات السايلة دلوقتي، وهنحط على الدقيق كل الحاجات الجافة اهو، السكر والبيكنج باودر، وهننزل وذرة الملح، وهننزل بالبوش بتاعنا اللي هو المحسن، هيعمل لك القرص، احلى قرص وبديل سندوتشات ممتاز جدا، وهتستغني عن عمايل السندوتشات كل يوم الصبح. هنقلب بقى مع بعض كده كله. خلاص كده هننزل بالخميرة، هنزلها كلها. انت لو هتستخدمي الخميرة الفورية بتحطيها عليها مع الحاجات الجافة. وهنقلب بقى كده. 1.5 كوباية مية، بتبقى المية مش سخنة، المية دافية علشان الخميرة تشتغل معانا في العجينة. هننزل بقى شوية شوية، يعني هنزل بمقدار كوباية كده وهلمها. وهنزل بشوية كمان ولمها. لما تلاقي المية عندك محتاجة عن 1.5 كوباية، ده بيرجع لنوع الدقيق. ما تقوليش الوصفة لا لا لا، هي ممكن في دقيق بياخد اكتر من 1.5 كوباية، وفي دقيق بياخد 1.25 كوباية، فانت تستخدمي 1.5 كوباية الاول، بتنزلهم تدريجي. وهرش بقى رشة معلقة خل صغيرة كده، وهعجن العجينة بتاعتي. لا محتاجة عجان ولا محتاجة اي حاجة، بايدك كده يا ست الكل، وهتبقى عجينة ناعمة معاكي، بس هتبقى ملزقة شوية. العجينة اهي قدامكم، بس هي عجينة طرية جدا. هنعمل ايه بقى؟ انا قايله لكم من الاول معلقتين سمن او معلقتين زيت، بس زيت ما يكونش ليه ريحه، عشان القرص بتاعتي ما يبقاش ليها ريحه مش حلوه. وهاخد بقى معلقه، مقدار معلقه كده كده، وهقلب العجينه. شايفين اهو، بلم العجينه في السمنه. ما حطيناش السمنه ليه في الاول؟ لا، انا ما بحطهاش في الاول، هتديكي طريقه حلوه جدا. هنغطيها بقى باي فوطه، اي ستريتش كده عشان او كيس. وبعد ما بعملها بالاسترتش برضو هغطيها بايه؟ بفوطه. وهنرجع بقى بعد ما تخمر. هي بتخمر من تلت ساعه لنص ساعه، حسب الجو في الصيف ولا في الشتاء. في الشتاء بتاخد طبعا اكتر من كده. انا بعمل ايه بقى بعد ما بغطيها؟ بدخلها الفرن وهو مطفي. انا بكرر تاني، وهو مطفي. انا مش عايزه اي هوا يخش لها، وعايزه الخميره تشتغل كده وتبقى حلوه. هدخلها بقى، احطها في الفرن 20 دقيقه وابص عليها. زي ما انتوا شايفين خمرت وبقت جاهزه على التشكيل. انا مش هخرج منها الهوا خالص،
اوعي تخرجي منها الهواء، انا عايزه الهواء يبقى في الكور اللي هشكلها. تمام كده. هنعمل ايه عشان هي عجينه بتلزق جامد؟ بقيه السمن اللي فايض او مش عايزه تستخدمي سمن، تدهني ايديكي زيت كويس قوي، وتدهني الصينيه او الرخامه اللي هتشتغلي عليها وتحطي عليها الكور بتاعتك. لازم تدهن كويس عشان ما تلزقش منك. خلاص دهنتها كده. هبدأ بقى اعمل ايزي انا بالزيت او بالسمن حسب مزاجك. انا هعملها دلوقتي بالزيت. دهنت كله زي كده. لو هتشتغلي على الرخامة على طول ادهني الرخامة كلها زيت او سمنة زي ما تحبي. وهندهن ايدينا زيت اهو، ايديا الاتنين اهو. وهبدأ اخد الكورة بتاعتي. بصوا اهي هتتلم معاكي بسهولة، وانا مش عايزاها تبقى عجينة قاسية، انا عايزاها زي ما انتوا شايفين كده كده اهو. واحطها على الرخامة او المفرش براحتكم زي ما انت بتشتغلي وبتحبي. وهاخد واحدة كمان وهوريها لكم واكمل الكمية اهو كده. بلم بكل اطراف العجينة، خليها تحت كده تبقى مدورة معايا وحلوة على الشغل. هكمل الكمية بقى زي ما انتوا شايفين. انا شكلتها طلعت معايا 14 كورة. هنعمل ايه؟ هنسيبها تستريح وانا هغطيها بقى وهسيبها تستريح 10 دقايق. عقبال بقى ما العجينة تستريح، جبت بقى الحشوات اللي هحشي بيها القرص بتاعتي او الفطاير. اي حاجة بقى عندك في التلاجة، جبنة رومي، لانشون، بسطرمة، جبنة شيدر، زيتون. انا النهاردة عاملة حشوة بالجبنة الشيدر واللانشون والزيتون والجبنة البيضة. بس حاولي الجبنة البيضة ما تبقاش جبنة دوبل كريم ولا ناعمة، انا عايزاها اسطنبولي علشان خاطر تستحمل الفرن وما تسيحش قوي وتبقى باينه كده في الفطيره بتاعتك. وحطيت عليها رشه زعتر، انت ممكن ترش عليها شويه نعناع، شويه حبه البركه، حسب ما انت بتحبي انت واولادك. وممكن تستبدلي اللانشون والجبن دي بقطعه ستريبس او بانيه فايض عندك، لحمه مفرومه، اي حاجه عندك في التلاجة وولادك بيحبوها احشيها بيها. علشان خاطر ناخد بقى الفطاير دي ونعجنها ونحشيها ليها تكات. لازم تبقى الصينية بتاعتك اللي هتفرزي عليها او الرخامة او المفرش اللي هتفرزي عليه يبقى مدهون زيت، لكن الصينية اللي هخبز فيها مش هتبقى مدهونة حاجة. هنبدأ بقى على بركة الله ونعمل اول واحدة معاكم واوريكم بتتعمل ازاي. بتاخدي اول كورة عملتيها بنعمل ازاي؟ ببطها كده من النص بسيط وبعمل الحروف هي اللي ببططها كده يا جماعة، ما بعملش القلب من جوه. دلوقتي انا ببططها من الحرف كده، ودي حاجة بسيطة. هنحشيها بقى الحشوات اللي انا قلت عليها، اي حاجة، بس انا بكترها شوية علشان تبقى متطعمة ولما الولاد ياكلوها يتبسطوا منها. خلي بالك انت كده بتعمليها بطريقة موفرة. طالع معايا 14 كورة في الافران والمحلات بتتباع الكورة القرصة ب7 جنيه، 7 جنيه، وفيها شوية قرفة وسكر. وهنلم بقى الاطراف كده على الحشوة اللي احنا عملناها، نحاول نقفلها كويس قوي زي ما انتوا شايفين معايا كده. باخد الاطراف والمها كده عشان هقلبها وتبقى التقفيلة دي من تحت. وانا ايدي طبعا مدهونه زيت عشان العجينه طريه جدا زي ما انتوا شايفين. انا عارفه انت هتبقي بتقولي العجينه دي مش حلوه، لا العجينه دي حلوه وهتبقى هشه معاكي. بصي بقى، هحطها في صينيه مش مدهونه حاجه، وقبل ما احطها هعملها كده من النص علشان ما تبقاش لما تستوي زي القيصر.
فتمام. بصي الهوا فيها ازاي، انا عايزه الهوا دوت عشان تنفش وتبقى جميله. هحطها في الصينيه. هعمل واحده كمان وهكمل الكميه وارجع لكم. هندهن بقى، انا حاطه الزعتر على الوش دي عشان انا عاملاها بالجبنه والزعتر، اللي يجي ياكل يبقى عارف الحشوه بتاعه كل قرصه او كل فطيره ايه. هندهن بقى دهنه خفيفه كده بيض، اوعي تتكي على وشها وانت بتدهني عشان ما تخرجيش الهواء. طبعا البيض انا حاطه عليه ذره فانيليا كده، رشه فانيليا خفيفه عشان ايه الزفاره يا قمر. هنكمل بقى وادخلها على الفرن. هتولع بقى تحطيها في الفرن حوالي 10 دقايق تحت، وبعدين هتولعي الشواية، هتاخد منك دقيقتين، واول ما تطلع اجري غطيها على طول. بعد شوية كده دقيقتين 3 عليها وهتاكلي احلى قرص. بصوا بقى لما طلع من الفرن، بصوا هوريكوا اللون، بصوا اللون وش وقعر كده، بصوا زي الفل. زي ما قلت 10 دقايق ودقيقتين للشوايه. هنقطعها بقى ونشوف مع بعض الطراوه والجمال والحلاوه. شايفين من جوه؟ دي ام جبنه، ودي بصوا اهي، بصوا دي اللي باللانشون والجبنه. بصوا القمر، جميلة جميلة جميلة. في أول الفيديو كنت مستغربة إن العجينة طرية زيادة عن اللزوم. بجد 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 لو عملت الوصفة هتبقى معاكي أحلى قرص وأحلى فطاير تستبدليها بالسندوتشات. ولو عملتي كمية كبيرة وحبيتي تفرزيها، بتحطي العدد اللي انت عايزاه في الكيس التلاجة وفي الفريزر مش على الرف. ولما يجوا الأولاد يفطروا تطلعيها قبلها بساعة، ولو عندك مايكروويف لفه بسيطه كده في الميكروويف تسخنيها لهم، هتبقى احلى فطار في اللانش بوكس. ولا تعملي ست كل سندوتشات زي ما بقولك هتفرزيه في التلاجة وتطلعيه قبلها بساعه. لو الوصفه بتاعت القرص النهارده عجبتك، ما تنسينيش في اللايك والشير وتكتبي لي كومنت حلو زي كده. يلا نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اقول لكم ايه، باي باي.